رؤية، والرؤية هذه جدتي حلمتني يعني. طيب. فهي حلمتني من فترة إن هي جت عندي البيت، بس هي ولا مرة جتني بيتي، يعني أنا متزوجة. فهي تقول إن حلمت إنها جت عندي البيت وأنا كنت مثل تعبانة يعني، فأقولها إن أرقيني يعني اقري علي. فهي لما جت قرت علي تقول أنا مسكت على راسك وقعدت أقرأ عليك، متذكرة آية ويعلمون الناس السحر وما يفرق بين المرأة وزوجه. هذه الآية والله ما متذكرتها ايه عدل. معروفة. إي، فلما تقول أنا قعدت أقرأ عليك أنتِ كنتِ وايد تعبانة. يعني تقول أنا قمت من النوم إن أفكر فيك إن أنتِ كنتِ وايد تعبانة في الحلم، فقلت أبى أقول لك يعني، فما أعرف يعني هالحلم غريب صراحة. متى شافته الجدة؟ تقريبا من شهر، انت كيف شهرين. صح، انت متزوجة طبعا. إيه. كيف صحتك وكيف علاقتك مع الزوج حاليا؟ والله زوجي صراحة وايد تعبان. وفي توتر في العلاقة بينكم ولا اموركم زينة؟ في توتر، في طيب. مشاكل. طيب. الآية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الآية هذه أعتقد أنها 118 في سورة البقرة، أتوقع أنها 118 أو 182 إن ما خانتني الذاكرة، ولكن أتوقع أنها 118 96. يا رب أبغى الذاكرة تقوى عندي، لازم أخذ لي أوميجا. الآية هذه نعم تقرأينها بمشيئة الله سبحانه وتعالى مع سورة الفاتحة. أنت يعني تقرأي تسجلي الشاشة ولا لا؟ بسجل دقيقة بس. سجلي قبل 102. نعم قبل لا أفصل عليك. أوكي سجلت. ايه، تجيبين زيت زيتون افضل نوعيه تجيبين، بعدين تقرأين عليه سوره الفاتحه مكرر مره 3 5 7 اختاري ما شئتي كلها بركه، ثم اقرأي آية الكرسي اللي هي الله لا اله الا هو الحي القيوم مرة واحدة تكفي، حياك الله يا ام خليفة. بعدين تقرأين الآية اللي قلنا عليها 102 في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان حتى آخرها. بعدين تقرأين قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بعدين تقرأين قل 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 الأربعة في آخر كتاب الله وتنفثين على الزيت، بعدين تبدين تدهنين رأسك أنت وصدرك أنت ويا الزوج. إن شاء الله. بس يا شيخ عندي استفسار. يا مرحبا يا ام خليفة، تفضل. عندي استفسار في شيء ثاني يعني، بس أنا زوجي يعني فجأة ما فيه أي شيء يعني، هو كان بس فجأة تعب، ولما راح المستشفى كشف قالوا له يعني بعيد الشر عنه وعنكم، قالوا له عندك سرطان. سرطان وين بأي مكان؟ في الغدد الليمفاوية. طيب سمي بس يا بالرحمن. شيخ هو من فترة يعني تعبان من كل شيء يعني، حتى لما يسمع القرآن، لما يسمع أنا أشغل له رقية فيتعب. راح عند شيوخ قالوا له عندك مس عاشق. طيب ركزي معي، أنا عارف كل شيء، عارف أصلا الكلام اللي تبغين تقولينه كله تسلسلينه ورا بعضه. أنت من وين؟ من الإمارات. من الإمارات، حياك الله وحيا الله أم خليفة، شوفيها دخلت بالذيابة حقتكم جابتها معها من هناك. يحييك. الله يكثر خيركم يا أهل الإمارات. شوفي أبغى ركزي في الموضوع هذا تسوينه، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى إذا كانت هذه اللي عنده الأورام بالغدد سواء سرطانية أو حميدة أو خبيثة لا سمح الله أو من سحر أو من عين أو من حسد، بمشيئة الله سبحانه وتعالى تروح بإذن المولى سبحانه وتعالى إذا كان في توكل على الله سبحانه وتعالى ثم طبقتي اللي بقوله الآن بحذافيره. اسمعيني، جيبي زيت زيتون اللي يجي لتر افضل نوعيه، روحي لافضل مكان وجيبي افضل نوعيه. الكلام هذا لكل اللي يعانون من اورام ايا كانت بمشيئه المولى سبحانه وتعالى، لانه الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه واذا مرضت فهو يشفين وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين قل هو هدى للذين امنوا وشفاء لما في الصدور. معناته ان القران شفاء لا يشك فيه الا انسان ايمانه ضعيف. نجيب زيت زيتون، الكلام هذا لك وللي يسمعون كلهم. نخبه اول افضل نوعيه، بعدين أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يشافيكم ويشافي مرضاكم كلكم يا رب العالمين. وكذلك أخونا الغالي واحد تراه أوصانا له بالدعاء. شكرا يا أم خليفة، بيض الله وجهك. كفو عليك يا أم خليفة، الله يجمل حالك، بيض وجهك يا أم خليفة.
ويخلف عليك ويصلح لك النية والذرية. غزيل تقول يمه بسم الله عليكم، روعتكم أم خليفة. شكرا يا أم خليفة. طبعا لازم يكون عندنا إيمان وتوكل على الله سبحانه وتعالى بأن هذا القرآن أنه فعلا شفاء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. إذن زيت زيتون، سورة الفاتحة مكرر، الخمس الأوائل من سورة البقرة، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، الخمس الأوائل من سورة العمران، كذلك الخمس الأوائل من سورة الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، حتى الخامس من السادسة أو الخامسة من هذه الآيات. ثم تقرؤون القل الأربعة، بعدين تقرأين 102 في سورة البقرة، ثم تقرأين في سورة طه ويونس والشعراء. أهلا يا أم خليفة، الله يجزاك خير. سلمين بعد راسي، طول عمرك شرف، الله يطول عمرك. تقرأين اللي ذكرتهم من آيات السحر، ثم تقرأين الآية 105 حتى 108 في سورة طه، من 105 إلى 108 في سورة طه، اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذه في سورة طه من 105 إلى 108. تنفثين على الزيت، بعدين بشكل دائري تدريك على المناطق اللي فيها أورام مع دهن الرأس والصدر. واضح كلامي؟ واضح. استودعتك الله. أيا كان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إذا طبقتي اللي ذكرته، أيا كان اللي موجود، سحر، حسد، عين، مرض طبيعي، مع التداوي، مع المشي، تعملون رياضة، مع الحجامة، مع الأشياء هذه اللي ذكرناها، فيها شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. تسلمين. بالنسبة للأورام يا أخوان، الأورام الله يحميكم ويحمينا ويحمي كل مسلم يا رب العباد. زيت زيتون وعليه سورة الفاتحة والآية 105 حتى 108 في سورة طه، إضافة إلى المعوذتين والكافرون والإخلاص، ينفث في هذا الزيت. فإذا أضفتوا عليه حبة البركة، زيت حبة البركة، حبذا، ثم تدهنون وتستمرون. شكرا يا أمي. الله يكتب أجرك، الله يحميكم ويحمي ذرياتكم ويبارك فيكم وفيما تقدمون. شكرا يا أم خليفة، الله يبارك فيك. إذا حطيتوا على زيت زيتون شوي زيت حبة البركة للدهان، ترى في شيء دهان وفي شيء شرب، لكن خذوا حق الدهان، تضيفون يعني نسبة ملعقتين 3 ملاعق على زيت زيتون، وتبدون تدهنون المناطق اللي فيها أورام، مثلا زي الأورام الليفية أو الأورام البطانة المهاجرة أو ما شابه ذلك، منطقة الأرحام، بالظهر، بالأقدام، بأي مكان تمسحون عليه بزيت زيتون. بس وإحنا نقرأ القرآن وإحنا ندهن وإحنا نتداوى بهذا الكتاب، لازم يكون عندنا يقين وانتظار الشفاء، ما يكون عندنا يأس. إذا كان عندنا يأس هنا المشكلة، إنه أنا أدهن وأقرأ وأجيب الزيت وأجيب كل شيء وأقرأ من كتاب الله وبعدين لا ما عندي يقين، هنا المشكلة، لأنه إحنا ما تعلقنا بالله سبحانه وتعالى، لا زال اليقين عندنا ضعيف. تسلمين والله يا أم خليفة، والله حرجتينا بكرمك على التوب 2 بعد راسي، لا خلا ولا عدم. الله يكثر خيرك. نعم، طبقوا الله يرضى عليكم اللي ذكرناه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياكم. طيب.